ولا نقطع شيئا. إرهابي واحد بتعبير حرية الوضوح الحرية أخطر علينا الحكم اليدوي، وأنا أعرف ماذا يقصد بالإرهاب. يعني الرجل المسلم بالإسلام هو أخطر عندنا من أن يمتلك العرب سلاح نووي، فهم يخافون منك فقط. والذين أهل الدين وأهل التدين لم يكن معهم سلاح، وأمريكا تعد العدة له ونخشاه ونخاف منه. فنحن إذا لزمنا دينا وإذا لزمنا أخلاقنا وإذا لزمنا طريقة الإسلام، أنت في ذاتك رغم أنت مستعد للسلاح النووي، أنت في ذاتك مقبل على الله عز وجل. فنحن نقول لن ينصلح هذا المجتمع إلا بالتمسك بالأخلاق القوية، لن ينصلح هذا المجتمع إلا لتنطهر أفراده، ولن يقوى الأفراد إلا بتربيتهم على الخوف من الله. يراقب الله أولا، لا يراقب جهاز مركز المحاكمات، ولا يراقب الأندية الإدارية، ولا يراقب الرقابة الإدارية، لا يراقب إلا الله عز وجل. أنا أستطيع أن أبحث عن قانون وأستطيع أن أتبع عليه، لكن لا أستطيع أن أتبع على ربه، ولا أستطيع أن أتأخر عليه، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا أقول ما تعلمونه، الذي فرق لأنه لم يتربى على الخوف من الله، لم يتربى على أكل الحلال، لم يتربى على أن هناك يوم سيحاسب فيه. نحن نريد تربية هذا الإنسان، وهذا الإنسان تنمية كامل للخير، وتنمية هذا الإنسان أهم عامل في نهضة الوطن. الوطن لو أنت ملأته شهادة الحديث وملأته بمصالح، سيأتي الرجل الذي أمر سيوحده وسيبيعه وسيرتكب. إذا لابد أن تبني هذا الإنسان بناء صحيحا، ثم تضعه في الزراعة ينتج، تضعه في الصناعة ينتج، تضعه في السياسة، تضعه في الاقتصاد. عندك عضو وإنسان يخاف من الله عز وجل. إذا سيوفر عليك كثيرا من الجهد، سيوفر عليك كثيرا من المخاوف، سيوفر عليك كثيرا من الجهد بالرقابة إذا ربيت هذا الإنسان تربية صحيحة. شد الأمور يتمنى أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لا مجاملات، لا مجاملات لأحد أمام المبادئ، لا مجاملات لأحد أمام الحق. الحق حق وإن كان مع عدوه، والباطل باطل وإن كان مع أقرب الناس. شد الأمور يستدخل الصراحة والصدق والوضوح وعدم المساومة على المبدأ طريقا له. المبدأ فقر الكرسي واليضيع ويذهب الكرسي وتذهب الشرائط كلها، ولا نفرط في مبادئنا. هذه مبادئنا نعرضها أمامكم، ونحن عندما نطالبكم باللزوم الشرعي والأخلاق القويمة أنا أطالبك بما كان به أبوك. هذا الدين ليس ديني أنا وحدي، هو دينك أيضا، وهو دين ودين آبائك، والعقل من ذلك من قحم لك هذا الدين، لعل أن ذلك من كان شهيدا في معركة انتصر بها الإسلام. إخوان الكرام، نحن مدينون لهذا الوطن، هذا الوطن يستحق منا الغنى ويستحق منا العطاء، لكن لابد أن نأمن على بذلنا وعطائنا أنه لن يسرق بغير الوطن. نحن كنا مستعدين أن نضحي لأجل هذا الوطن، لكن رأينا أن خشية الناس تسرق، وأن أموالهم تنهب، وأن جهودهم تذهب تدخر لغيرنا وتذهب إلى البلاد الأخرى لتنميها، ونحن نعيش بالضيق والفقر. فلما أمنا أن يكون جهدنا لوطننا ولأبناء وطننا ولأبناء جداتنا، نهضنا وتسمرنا عن سواعدنا ودخلنا الميدان، ونحن ننشد إن شاء الله الاستقرار والتقدم المرة على الأخرى، ونحن فيما يستقبل إن شاء الله من الأحلام أن يعلو فتح النور لمن لهم المرجعيات الدينية ولمن فيه من الكوادر في كل مجالات الحياة. النور لا يؤثر فقط إذا يطبق الشرع على الناس، وإذا يظهر بالوطن في كل الكوادر ويظهر لجميع مواطني هذا البلد. النور أثبت للمهور الوطني والمواطن. النور شيء لكل المصريين الذين يتمنون فكرة هذا الحزب وبرنامج هذا الحزب. أقول ما سمعتكم وأستفيد به. السلام عليكم. أنا أتشرف
أن أكون عضوا في حزب النور، وأتشرف أن أكون تحت قيادة شيخي فضيلة الشيخ سيد أبو عمرو، وأتشرف أن يخليني حزب النور عضوا فيه، أكون أقل فرد من أفراد حزب النور. مين اللي هيجي الكلمة الوقت؟